بيشتغلوش. طب انت بتطالبي بايه يا حاج؟ عايزه مكان اقعد فيه. يعني انت هتمشي ولا هتدانك قاعده؟ لا مش ماشي، انا قاعد. همشي اروح فين؟ بس القرار اجباري انتوا تمشوا. 3000 اجيب منين 2000 و3000 وانا مش لاقي اكل. بس المحافظه قالت ان انتوا خلاص هتمشوا. خلاص هنمشي. هتمشوا تروحوا فين؟ مش هنحط عزالنا في الشارع وهننام في الشارع، هننام بعيالنا في الشارع وهناكل عيالنا بقى، نبقى نلم زباله عشان ناكل عيالنا. هوريك الناس الكبيره اللي ما بتقدرش تنزل، اللي عاميه واللي محروقه واللي رجلها تعالى اطلعي شوفي من فوق. ماشي. تعبان. يعني لو وقعت علينا كده ارحم من اللي احنا فيه، من العذاب اللي احنا فيه. نموت كده بكرامتنا في وسط بيوتنا ارحم من اللي احنا. انت بقالك كام سنه يا حاج قاعد في المنطقه هنا؟ بقالي 60 سنه، 55 سنه. وما شاء الله البيت انا شايفاه حلو كويس. انا جيت هنا وهي بتتبني، العماره دي بتتبني. يعني عمرها ما عداش مش 100 سنه يعني. 68 سنه. عمر البيت العمر الافتراضي للبيت 100 سنه العماير مثلا. ديت من سنه 68 سنه. في عماير قبليها بثلاث 4 سنين مبنيه وما جوش يملكوا علشان ناس كبار، انما احنا ناس غلابه. معاكم ربنا. معانا الله. مع ربنا. بس سيبونا يطلعوا علينا بس، والله ارحم. بنقول يا سيادة الريس حس بينا، بص للناس الفقيرة، الناس الضعيفة، الناس اللي مش عارفة تاخد حقها، الناس اللي بتاكل بالعافية، الشباب اللي مش عارفة تشتغل، مش لاقيين حاجة يشتغلوها، الشباب بتسافر وبترمي نفسها في البحر عشان يلاقوا الجنيه، في شباب مش عارفة ترجع من البلاد اللي هي تمشي منها. الناس هتعمل ايه؟ كل واحد بيسيب اهله وبيسيب بيته وبيسيب عياله وبيروح عشان يلاقي لقمة عيش. تعالى يا سيادة الريس شوفنا احنا عايشين ازاي، شوف الناس عايشة ازاي، تعالى شوف يا